أزول السلام عليكم وتحية للجميع. بغيت نصيفط واحد الرسالة للمخزن المجرم الإرهابي العنصري حتى في حق المواطنين ديالو. فعلا وقعت كارثة ديال الفيضانات مؤخرا في الريف، في الشمال أو في الريف بشكل عام، خصوصا مدينة القصر الكبير، المدينة الريفية العزيزة علينا طبيعة الحال. شفنا كيفاش تعامل المخزن مع الناس وقام بعملية ديال الإجلاء الكامل للسكان، ومشى لاحهم في المدارس بدون طعام ولا أغذية ولا حتى شي حاجة، وتعاملوا مع المواطنين واحد التعامل لا إنساني يحط من الكرامة ديالهم الإنسانية. ولكن في نفس الوقت فاش كنرجعوا اللور شوية، السنة الماضية فاش وقعت كارثة الفيضانات في مدينة إقليم فالنسيا في إسبانيا، محمد السادس براسو شفتها في الإعلان الإسباني، قالوا بأن محمد السادس اتصل شخصيا بالرئيس بيدرو سانشيز وأعلن وقال له أنه غادي يقدم له الدعم الكامل في تلك الكارثة. وفعلا على حسب التلفزيون الإسباني صيفط لهم تقريبا أكثر من 200 شاحنة كبيرة، عامرة بالمواد الغذائية بالأغذية والأدوية، تقريبا أكثر من 200 شاحنة. واش الناس ديال القصر الكبير ما كيستحقوش دوك الشاحنات؟ علاش زعما المواطنين الإسبان هم أهم من المواطنين المغاربة؟ هنا كيبين لينا الحقارة ديال النظام المخزني والسياسات ديالو في حق المواطنين ديالو كذلك، لأنها فاش كتكون عنده المصلحة ديالو، لأن ديك المساعدة لفالنسيا في إسبانيا ماشي حبا في ساكنة فالنسيا، لا، في إطار حسابات ومصالح متبادلة، ماشي مصلحة البلد المغرب المغرب كبلد، لا، المصلحة ديالو الشخصية ديالو هو والعصابة ديالو. ولهذا أنا أدين كل الإدانة هذا التمييز في حق المواطنين ديال مدينة القصر الكبير، وكنعبر عن التضامن ديالي الكامل معهم، وكل الإدانة للنظام المخزني الإجرامي اللي طبيعة الحال دائما كيستثمر المآسي ديال الناس من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة جدا تخص النظام ولا تخص الشعب. وتحية لكل الأحرار في العالم.